بكل صراحة اعترفت امرأة في بغداد بقتل ابنتها بمساعدة عشيقها عن طريق شنقها بواسطة سلك كهربائي داخل الدار بعد مشاهدتها مع عشيقها بوضع مخلل للآداب. جريمة لا تحتاج إلى مقاربات أو كلمات تعبر عن فداحتها، فهي بشعة بدون إضافات أو مقدمات، لكن نقطة واحدة فقط، وهذه ليست مقاربة إنما وقفة عند بعض المفاهيم التي لا بد من إعادة النظر بها، وعلى رأسها ما يعرف بجرائم الشرف أو غسل العار. ففي مجتمعات اعتادت وامتهنت تبرير القتل باسم الشرف، من الطبيعي جدا أن نسمع عن أم تقتل ابنتها لأنها رأتها في وضع مخل خوفا من العار والفضيحة وحفاظا على الشرف، وهذا ليس تبريرا للقاتلة، إنما القاسم المشترك هو مانشيت الشرف الذي صدعوا رؤوسنا به، إنما بالحقيقة لا يمت للشرف والإنسانية بأي